الوساخة اشتغلت. الوساخة بقت باينة قوي يا جماعة، يعني الصورة بقت واضحة. صورة كلها وساخة بتحصل ما بين نادي بيراميدز ونادي الزمالك والمرازية في النادي الأهلي، وبقت باينة قوي، والمنظومة بقت بتقولها بشكل علني. يا عم الأهلي، لو احنا ما عرفناش نهدي الدوري لنادي بيراميدز الموسم اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي قبله، فاعلم ان الدوري هذا الموسم لنادي بيراميدز، واللي عندك اعمله واخبط دماغك في الحيطة. ده دلوقتي اسلوب المنظومه بتاعتنا يا جماعه، وفي فضايح بالجمله في الحلقه دي عزيزي المتابع. عشان كده بطلب منك في البدايه نصلي على النبي ونقول عليه الصلاه والسلام، وتعمل لايك وتشير الحلقه دي لاي حد من اصدقائك. احنا عايزين يا جماعه الفيديوهات بتاعتنا تبدا تنتشر وتوصل للناس كلها، عشان احنا بنقول فيها حق الله وبنجيب من الاخر. احنا لا بنلف ولا بندور ولا بنزوق الكلام، وفي ناس كتير قوي زعلانه، وفي ناس اصلا مقموصه من المحتوى بتاعنا. ليه؟ عشان المحتوى بتاعنا نضيف، عشان المحتوى بتاعنا فيه كلمه الحق، عشان المحتوى بتاعنا مش مزوق، بنطلع ندي لكل ذي حق حقه. طب يا جماعه، نبدا الحلقه كده في البدايه ونقول مين اللي سخن ريبيرو مدرب النادي الاهلي السابق. لا، ده في حاجات عجيبه بتحصل من اعلام الزمالك. اعلام شيوخ الزمالك واعلامه بقى شيوخ. مدد يا زمالك، مدد يا شيخ، يا شيخ الزمالك، مدد يا شيخ. الزمالك بقى شيخ يا جماعه، وهنعمل فيه مقام خلاص. اعلام الزمالك طلع يقول للاهلي ادفع باقي مستحقات المدربين بتوعك يا اهلي. اعلام الزمالك اللي بياكلوا حقوق الميتين والصحيين، بقسم بالله طالعين بينصحوا النادي الاهلي وبيقولوا للاهلي، وهم ماسكين السبحه قاعدين بيسبحوا الشيخ خالد الغندور وعمرو الدرديري وباقي الاعلام شيوخ. ما هم بقى شيوخ بيقولوا للاهلي ادفع بقى مستحقات المدربين، عشان ريفيرو غدر بالنادي الاهلي ورفع على الاهلي قضيه بعد ما اتفق مع النادي الاهلي ان الموضوع يتحل بشكل ودي بالتراضي. احنا بنفسخ عقدك بقى بالتراضي يا عم، وانت ما نفعتش مع الاهلي واتعمل لك حفله وكنت مبسوط وطلعت اتكلمت والدنيا كانت جميله معاك، والاهلي اداك شهر زياده وحول لك. والاهلي بالمناسبه يا جماعه معاه وصل تحويل، والاهلي قدم طعن على القرار اللي طلع من المحكمه الدوليه الرياضيه. طب اقول لكم ايه اللي حصل عشان لو الناس مش فاهمه يا جماعه. ريبيرو اشتكى النادي الاهلي وخد حكم على النادي الاهلي بغرامه ماليه قدرها 588 الف دولار، اللي هو 3 شهور زائد ال3 شهور الشرط الجزائي. النادي الاهلي كان بيقول له هنديك ال3 شهور زائد شهر، يعني شهرين زياده. انت يا عم ريبيرو زودتهم على اتفاقك مع النادي الاهلي. ولكن انا عايز افهم يا جماعه، دلوقتي الراجل ده غدر بالاهلي، قعد واتفق مع النادي الاهلي على كل التفاصيل، والراجل فسخ عقده بالتراضي، والاهلي اتاخر 5-6 ايام ولا اسبوع بسبب ان هو ما كانش قادر يوفر دولار للراجل ده يا جدعان. فالراجل اشتكى النادي الاهلي، والاهلي طلع قال لك انا هطعن على الحكم، وكان عندي علم بتحركات ريبيرو من البدايه ان هو لجأ للمحكمه الرياضيه الدوليه، وهنقدم طعن على الحكم، ومعانا ما يثبت ان احنا ادينا الراجل حقوقه، وان ما فيش اي مشاكل ما بيننا وبين الراجل، والموضوع خلصان يعني يا جماعه. ابص الاقي اعلام الزمالك طلع بيقول للاهلي ادي الناس حقوقها. او يا اعلام الزمالك، لو تعرف تهوهو وتنونو، هوهو ونونو احسن، هتبقى لايقه احسن ما تطلع تقول الكلام ده. بقى انت بتقول للاهلي اللي عمرنا ما سمعنا في يوم من الايام ان اتقفل عنه قيد بسبب مستحقات لاعب او مدير فني، انت طالع يا اللي سمعتك سابقاك ما شاء الله، يعني انت سرعتك بسرعه الضوء. 20 سنه ضوئيه، احنا سابقين الاهلي في الحاجات دي ب20,000 سنه ضوئيه، بقسم بالله في اكل حقوق الناس. ده في ناس ميته لا عندنا حقوق. اخرهم الواد يا عيني اللي مات، اللي كنا اخدنا البطاقه بتاعته، اللي بعت لنا البطاقه عن طريق النت وبعد كده مات، ربنا رحمه مننا. تقول ان ربنا كان رحيم بيه عن نادي الزمالك. والله نسيت اسمه، والله نسيت اسمه يا جدعان. اللاعب اللي مات ده يا جدعان، احنا لنا مصايب. ده احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بندعي المثاليه والايمان والتقوى يا جدع. ده احنا عايزين مليون سنه نطلع ده احنا عايزين نعمل مليون عمره. ده نادي الزمالك ده محتاج يعمل مليون عمره عشان يكفر عن اللي هو عمله في اكل حقوق الناس، وبعد كده نبقى نرجع نتكلم في الحاجات دي. جماعه ده احنا ده في مصايب، ده في بتتكلموا على الاهلي يا جماعه. مين اللي سخن ريبيرو؟ لا ريبيرو سخن، والله ريبيرو سخن، بيفكرني بالشيبي.
بالشيبي في ازمته مع حسين الشحات، لما حسين الشحات اتخانق معاه في الملعب وفي اوضه اللبس، الناس صلحتهم على بعض والراجل اتراضى والدنيا كانت تمام. وفجأة بعد ما خالد الغندور طلع على قناة الزمالك سخن الدنيا، الدنيا ولعت، في لجان على الميديا اتحركت، الموضوع بدأ يتقلقل تاني. اتفاجئنا ان الشيبي اشتكى حسين الشحات. في ناس لها مصالح ان هي تهز صورة النادي الاهلي، في ناس لها مصلحة ان الاهلي دايما يفضل في مشاكل، في ناس لو ما قدرتش تحصل النادي الاهلي وتبقى زي النادي الاهلي هوب تضرب كرسي في الكلوب، عادي ابوظ سمعتك، اعمل لك اي مشكله وانت داخل على مرحله مهمه وصعبه في مواجهه الترجي في الدور ربع نهائي لبطوله دوري الابطال، فانا هعمل لك اي مشكله طالما انا مش قادر ابقى زيك هبوظ شكلك. ما انا مش قادر ابقى زيك، ما هو انا لو زيك مش هعمل فيك كده، ما هو انا لو زيك هبقى الند ليك في البطولات وهحاربك في ارضيه الملعب وهحاربك بالبطولات. انما انا مش زيك ولا قادر ابقى زيك، ده انا بالعكس انا باكل حقوق الناس. فما صدقت ان انت وقعت في الحته دي بغدر من مدير فني سابق ليك بعد ما انت ما قعدت معاه واتفاوضت معاه وخلصت كل حاجه والراجل ماشي مرضي. فانا ما صدقت لقيت الحته دي عشان اطلع اهوهو ونونو واحطك في نفس الحته بتاعتي. لا ده بالعكس، ده انا بطلعك اسوأ مني. تخيل يعني الزمالك شيخ الشيوخ هنعمل مقام هناك يا جماعه في نادي الزمالك. اصل نادي الزمالك خلاص بقى شيخ ما شاء الله ما بياكل. انت مقفول عنك القيد ليه؟ يعني معلش يعني يا اللي انت بتتكلم انت يا عم الزملكاوي، يا اللي بتدعي المثاليه والوطنيه والشفافيه وراجل كلك ايمان وتقوى، انت مقفول عنك القيد في 10 قضايا ليه ولا 11 قضيه ولا 12 قضيه بسبب المستحقات بتاعت الناس اللي انت ما بتدفعهاش. هو عواد بيديك بالجزمه ليه؟ هو شكوبانزا بيقلع كل شويه ومبوظ سمعتنا ومهزقنا ومهزق كل حاجه فينا ليه؟ عشان ليه فلوس عندك. هو عبد الله السعيد كان بيشوح ليه وقال لك انا مش هلعب وكان بيدينا بالجزمه ليه؟ عشان ليه فلوس عندك. كله ليه فلوس عندك وبيديك بالجزمه وبتقفل عنك الكيب بسبب اكل حقوق الناس. جاي تقول للاهلي ادفع حقوق ومستحقات المدربين بتوعك يا اهلي؟ ده القوالب نامت والاربع قامت. ده مفيش اربع بقسم بالله، ده لو في اربع كان هيبقى الشكل احسن مش كده. مش هقول لك انصاص، الانصاص احسن من كده. ما تيجي نروح لفضيحه ومهزله كده بتحصل في الكره المصريه. جماعه تخيلوا المنظومه بتقول للنادي الاهلي كده بالبقه، يعني بالطريقه اللي عايز يفهم اللي ما بين السطور يتفضل، اللي مش عاوز هو حر. بتقول للاهلي لو احنا ما قدرناش نهدي الدوري لنادي بيراميدز الموسم اللي فات ولا اللي قبله الموسم ده بتاع بيراميدز، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه ده لو كان عندكم حواجب اصلا. هي المنظومه طالعه بتقول الكلام ده. جماعه لما الاقي خبر بيقول ان نادي بيراميدز ونادي الزمالك متمسكين بلقائهم بتحكيم مصري، هنا ستوب يابا، هنا ستوب. دي كارثه. والكارثه الثانيه ان جمهور الزمالك مش هيحضر اللقاء اصلا. زيتنا في دقيقنا يا جدعان. يعني العلاقه ما بيننا علاقه حب، علاقه يعني مش عارف اجيبها لك ازاي. بس يا جماعه احنا بنهدي بعض هدايا في الفالنتين. لسه الزمالك بعت هديه لبيراميدز في الفالنتين من قيمه كام يوم، وبيراميدز لسه بعت فالنتين لنادي الزمالك، والدنيا حلوه، الدنيا جميله بقسم بالله. يعني يا جدعان نادي الزمالك قال لك انا مش عاوز العب الماتش ده بتحكيم اجنبي، ونادي بيراميدز قال لك انا مش عاوز العب الماتش ده بتحكيم اجنبي. طب انتوا الاثنين بتنافسوا على ايه؟ معلش انا اسف، انتوا الاثنين بتنافسوا على ايه؟ انتوا كده انتوا متجوزين واحنا ما نعرفش. يعني في كده ورقه ما بينكم في السر. طب مين الشهود؟ طيب اتحاد الكره ولجنه الحكام مثلا، دول الاثنين اللي مضوا على العقد ولا ما في ايه؟ طيب ما احنا عايزين نفهم. هو انتوا يا جماعه دي رساله للنادي الاهلي. الميراثيه في النادي الاهلي هي عنوان نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بقى دلدول. تعالى يا زمالك كده، حاضر، قوم يا زمالك من هنا اقعد هنا، حاضر. حسين يا لبيب اوعى، حكام اجانب اوعى. بص احنا خليناك تدفع عقد بنتائج الموسم اللي فات 500,000 دولار 400,000 دولار، شيل من على قلبك. حاضر، انا من الايد دي للايد دي اللي انتوا عايزينه. عايزين نطلع مركز خامس، والله نطلع مركز خامس. عايزين نطلع مركز ثالث، والله نطلع مركز اللي انتوا عايزين. انا من ايدكم دي، انا الشخشخه بتاعتكم. هو ده اللي بيحصل. الزمالك
بقى دلدول لنادي بيراميدز. يعني الاهلي بيقدم في مالطا وعمال يقول يا جدعان عايزين منافسه شريفه، عايزين يبقى في تكافؤ فرص، لو سمحتم عايزين نلعب ماتشاتنا بتحكيم اجنبي. والله نفس السيناريو بتاع الموسم اللي فات، وكنا في نفس الشهر، وفجأة اكتشفنا ان القرعة اتعملت في نص الليل من رابطة الأندية. في نص الليل الناس بتتسحر والقرعة شغالة ومفيش ولا مندوب بيمثل اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا اي نادي. القرعة اتعملت، الاهلي هيواجه الزمالك كمان 5 ايام. طب ازاي؟ طب حكام اجانب قال لك لا احنا معلش مشوها النبادي، لا مفيش. احنا كنا بنقول هنجيب لكم حكام اجانب على حسابنا، بس اتفقنا احنا كرابطه مع الاتحاد والزمالك وبيراميدز ان مفيش الكلام ده، احنا غفلناكم. بص العصفوره وضحكنا عليكم. هيحصل نفس الكلام ده برضه الموسم ده، نفس ما حصل الموسم اللي فات. ومنظومه فاسده، منظومه فاشله، كله شغال ضد النادي الاهلي. الناس عماله تنده في مالطا يا جدعان نبوس ايديكم نجيب تحكيم اجنبي عشان كل واحد ياخد حقه. تحكيم اجنبي يديك العداله قبل ما يديها لي، عشان لو انت الاحق بالمسابقه تاخدها عن جداره واستحقاق، ما يبقاش في حكم مصري مرتبك خايف جبان يبوظ لنا ماتش، يطلعنا بره الماتش، يعمل فتنه ما بين الجماهير وبعضها. مع الحكام بتعمل فتنه يا جماعه، والمنظومه بتاعتنا بتعمل فتنه. ما انا لما اكون حكم احسب حاجه على الاهلي او الزمالك غير مستحقه، اودي الاهلي حاجه هو ما يستحقهاش، فانا بعمل فتنه ما بين جمهور الاهلي والزمالك على الميديا. بعمل فتنه وبعمل احتكار. وهنيجي العكس برضه، لو انا اديت الزمالك حاجه هو ما يستحقهاش وظلمت النادي الاهلي بعمل فتنه. اما اجي ادي الزمالك حاجه في ماتش عادي ما يستحقهاش وياخد عن طريقها 3 نقط ويبقى في صداره ترتيب جدول الدوري، انا بعمل فتنه. ما بص يا جماعه، الفار ده جه عشان يكسب ناس ويخسر ناس. والله انا بحس ان الفار ده جاي اصلا ضد الاهلي، بحس ان الفار ده جاي ضد النادي الاهلي. وما شاء الله هو وبيراميدز، يعني الفار وبيراميدز جايين في وقت واحد. الاتنين دولت طبوا من هنا. الكرة المصرية سمعتها بقت في الحضيض من هنا. ويجي واحد يقول لك الاهلي ابن دولة. ابن دولة منين؟ انا معلش انا اسف، الاهلي ده ابن الدولة ازاي؟ قول لي. يعني معلش انا اسف، يعني انت عمرك شفت ان الزمالك بينده في مالطا وعمال يقول يا جدعان انا عايز حكام اجانب، انا عايز يا جماعه العب ماتش الاهلي وبيراميدز بحكام اجانب؟ انت عمرك شفت الزمالك طلع على الكلام ده وفجاه جه الاهلي اتفق مع بيراميدز ان هم هيلعبوا بتحكيم مصري ويحلقوا للزمالك؟ عمرك شفت الزمالك طلع قال لك انا عاوز تحكيم اجنبي في ماتش قمه وراح جاي الاتحاد حالق للزمالك؟ طب والله ان لو الزمالك قال انا عاوز تحكيم اجنبي في ماتشاتي ومعيش فلوس واسندني يا اهلي، لا الاهلي يجيب له حكام اجانب على حسابه عشان يطبق العداله، لان الاهلي من مصلحته ان العداله تطبق. بصوا يا جماعه انا اقولها لكم ورزق على الله، وفي ناس بتزعل من كلامي، ولا لو زعلان يا حبيبي انزل اشرب بص من الترعه، عندنا ترعه يا ولا بيحموا فيها البهايم، اقلع واستحمى زيهم عادي مفيش مشكله. يمكن الجلخ اللي على مخك ده ولا حاجه يزول وتفهم اللي احنا بنقوله. بصوا يا جماعه من النهايه اللي انا شايفه ان الاهلي بيتحارب من الصغير ومن الكبير، لان لو في عداله تحكيميه بقسم بالله ما حد يشوف ربع بطوله واحده، ربع بطوله ما هتشمها ولا هتعدي من قدام باب ناديك ولا هتعرف تنافس عليها. بجد انا بعاني في الكونفدراليه سيتي اللي نمبوش طلعتني يا جماعه، انا بعاني ولا ما بعانيش؟ يعني انا اللي طالع على ايد سيتي اللي نمبوش بقعد احفل على الاهلي، لان انا عارف الاهلي فين وانا فين. يا جماعه العين ما تكرهش الا اللي احسن منها، واحنا شايفين الاهلي احسن مننا، مش احنا بس اللي شايفينه، مش انا الوحيد اللي شايفه كزملكاوي ان الاهلي احسن مننا، العالم كله شايف الاهلي احسن مننا. وسيبك من الاعلام اللي يطلع يقلل من الاهلي ويقول لك الاهلي ده فريق عادي، لا هو عارف ان الاهلي احسن مننا وعارف ان الاهلي في حته تانية، بس هو لازم يقلل من الاهلي. ما هو الحقد والغل اللي جواه خلى فيه كده يعني حاجز ما بينه وبين كلمه الحق، بقى فيه تناكه في كده، بقى متكبر يعني مستكبر يقول ان الاهلي كويس احسن مننا. ليه؟ كأن الناس هتقول بص الراجل ده مش راجل، مش محترم عشان بيقول الاهلي احسن مننا، كأن نادي الزمالك هيتقلل منه ولا حاجه لو قلنا الاهلي افضل مننا. لا بالعكس، هيبقى ده هيرفع من شأن حضرتك،
وهيرفع من شأن ناديك، وهيرفع من شأن اي حد انت بتمثله. ولكن يا جماعة كلمة الحق لوجه الله، والله لوجه الله، وما هتلاقي حد يقولها في الايام السوداء اللي احنا عايشين فيها دي. النادي الاهلي بيتحارب، والناس دي هيتقال عليها عين كده اهو، كده اهو المنظومة هيتقال عليها عين. هم والزملكاوية، وبيراميدز ياخد الدوري مش الزمالك. والله ما بيراميدز ياخد ياخد الدوري، انا اسف. والنادي الاهلي تقيل وحراق. اللي بيحصل ده ان ده اللي يدل ان الاهلي في حته تانية قوي قوي، وثالثه ورابعه وخمسه وسته. طب يا جماعه تعالوا نروح لاخر حاجه. جمهور الزمالك فرحان، واعلام الزمالك فرحان، وكل ما هو زملكاوي فرحان. هتقول لي بايه يا ابو الدهشين؟ اقول لك عشان متسبي رئيس الاتحاد الافريقي عدل في جوائز الكونفدراليه. قال لك بطل الكونفدراليه هياخد 4 مليون دولار. الخبر ده انتشر على الميديا، واعلام الزمالك اتكلم فيه وما عندوش كلام. قال لا في الخبر ده يا جدعان احنا هناخد 4 مليون دولار. طب يا جماعه هو احنا بقت فرحتنا بالفلوس ولا بالبطوله؟ انا عايز افهم. بصوا يا جماعه، ان بصيت للناحيه الثانيه للنادي الاهلي او نادي بيراميدز، مش هتكلم على الاهلي عشان انتوا بتزعلوا. نادي بيراميدز لما خد بطوله دوري الابطال، معلش انا اسف، كان فرحان بالفلوس ولا فرحان بقيمه البطوله؟ واحد هيقول لي لا اكيد طبعا قيمه البطوله. طب انت كزمالك ليه مش فرحان بقيمه البطوله وفرحان بالفلوس؟ عارف ليه؟ عشان انت هدفك الاول والاخير هي الفلوس، وتاني شيء انت واثق ومتاكد ان البطوله دي بطوله تعبانه، عشان كده انت مش فرحان بالبطوله. انت لو انت راجل شايف ان البطوله دي تليق بمقام نادي الزمالك وجماهيره كنت هتتكلم عن البطوله، بس انت بتتكلم عن الفلوس. جماعه نادي الزمالك والله العظيم 3 عارف من جواه ان البطوله دي اصلا ما تمثلناش، احنا اللي منجحينها. جماعه البطوله دي اصلا لو اتلغت اصلا انا هروح فين كزمالك، ولكن هو عارف من جوانا ان البطوله دي ما تمثلناش، بس احنا بنعيش الدور. لازم نعيش الدور. 4 مليون وهنعمل 4 مليون هينفعونا، انا معاك ان هم ينفعونا، بس لازم توصل للناس ان البطوله قيمتها اعلى من قيمه الفلوس. حتى لو 100 مليون دولار مش مليون جنيه، حتى لو 100 مليون دولار، دايما قيمه البطوله، لان قيمه البطوله هي التعب والمجهود لاي نادي، لان البطوله هي تاريخ مش الفلوس التاريخ. يعني الاهلي يا جماعه لما بنيجي نقول عليه رقم 1 في العالم من حيث البطولات المحليه والقاريه، والتاني على العالم من حيث البطولات القاريه، ليه؟ لان التاريخ اللي بيقول يا حبيبي. انما الفلوس، ما احنا ياما كان معانا فلوس، عملنا بها ايه؟ انا معاك الفلوس حلوه، ولكن ما تحطش الفلوس رقم 1، حط البطوله رقم 1 ثم الفلوس. والبطولات بتجيب فلوس يا حبيبي، البطولات بتجيب فلوس. وهنا عايز اسال سؤال بجد والله، اتمنى اخواته وحبايبي اللي بيتابعوني يجاوبوني على السؤال ده، وخاصه الزملكاويه بلاش الاهلاويه. عزيز الزملكاوي، لو الكونفدراليه اتلغت، لو اتلغت بجد والله احنا هنروح فين؟ لو هي اتلغت انا كزملكاوي هلعب في الشارع ولا العب قدام بيتي؟ يالا ولا اللي بتزعل مني لو الكونفدراليه دي اتلغت يا حبيبي؟ اصل انا بقول لك بيراميدز اخد مكانك، انت مش مصدقني. لو الكونفدراليه اتلغت معلش انا اسف، هلعب فين؟ هلعب في الشارع ولا ورا بيتنا ولا قدام بيتنا، ولا هلعب في ملعب خماسي، ولا هلعب فين؟ قول لي هلعب فين؟ ما انت كان مكانك دوري الابطال، ولما نادي بيراميدز اخد مكانك قعدت تقول هو ما خدش مكانه. امال خد مكان مين؟ خد مكان ابن خالتي مثلا يعني، ولا خد مكان مين؟ يا منافق يا مدلس منك ليه؟ يا اللي طالعين تقولوا احنا هنلعب ماتش بالحب والجماهير مش هتروح ومش عايزين تحكيم اجنبي في ماتش الزمالك وبيراميدز، بقسم بالله فضيحه، عار اللي بيحصل على الكره المصريه. وطبعا في ناس زمانها زعلانه مني، اللي يزعل يزعل، احنا بنقول كلمه الحق لوجه الله. وطبعا عزيزي المتابع انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير. استنوا في حلقه جديده واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.